عالسلامة يا جماعة، جيتكم اليوم بنوع جديد متاع جاتو سهل على الاخر واقتصادي اللي هو كيكة العسل الروسية بنة على مية. اول حاجة في طنجرة كبيرة خديت مغرفتين كبار متاع عسل، باش نضيف لهم كيف مغرفتين كبار متاع مارغرين ولا زبدة، رشة ملح، باش نحط كيف 3 مغارف كبار متاع سكر، حطيتهم على النار حتى يوليو يغليو. ومن بعد ضفت لهم غرفة صغيرة متاع كربونات ونقعدو نحركو حطيت بدل اللون الخليط يولي مارون غامق بالشكل هذاك. ومن بعد نحيته على النار وخليته يبرد شويه باش نضيف له كعبتين عظام. انا تصورت كان كعبه ما نضفت كعبتين يعني. واخر حاجه نضيف له 300 غرام حسب التقريب نتاع فرينه حتى نتحصل لابات تكون تتلصق بالشكل هذاك. ومن بعد البات باش نقسمها ل8 اجزاء بالطريقه هذيك. ومن بعد كل جزء باش نحلو له ورهيف لا وخشين يكون بالسمك هذاك يعني. حطيته في طبق في بابي كويسون باش نطبعه بسيركل 15 سنتيمتر. ومن بعد في الاخر نقبتهم بالفرقيت، وذيك نقبته والطريف باش نعمل بيه زينه من الفوق على شكل خليط النحل. وبالنسبه للكريمه خذيت 2 ساشيات كريم شونتي، ضفت لهم 200 مليلتر حليب وركضتهم. ومن بعد باش نبدا في المونتاج خذيت طبقه متاع بسكوي سقيتها بشويه حليب، وبعد نحط طبقه كريم شونتي طبقه البسكوي حتى نكمل 8 طوابق متاعنا الكل. ومن بعد عندي ديشي غادي متاع البسكوي رحيته باش نغلف به الجاتو متاعنا الجوانب ومن الفوق. وبعدك البسكويت المنقب زينت بيه من الفوق هذاك، وفي كل نقبه حطيت فيها شويه عسل وزينته كيف بالنكريه الذهبي. ولازم يقعد على الاقل شيء 8 سوايع في الفريجيدير باش يولي معنا تري.